لعلمنا أنها رسالة تذكيرية من الله، أن الله عز وجل لن يأخذك بغتة ولن تنام ثم لا تستيقظ، وإنما الله عز وجل شانه يبتليك بمرض لتذكر أنك ستفارق هذه الدنيا. وهذه من أعظم نعم الله علينا، رسائل التذكير. يعقوب عليه السلام يروى أنه قال: يا رب لا تمتني موت الفجأة حتى تبعث لي رسل. في يوم من الأيام وإذ ملك الموت أمامه، فقال يعقوب عليه السلام لملك الموت: عاهدني الله أنه لن يرسلك إليه حتى يبعث لي رسل. فقال: لقد بعث لك رسل. قال: لم يبعث شيء. قال: بل بعث. ألم ينحني ظهرك وشاب شعرك ومات جارك؟ تلك رسل الله إليك. فأحيانا الله عز وجل يبعث رسل إلينا، إما في أجسادنا أو من نحبه.